اهلاوي تعالى عايزك في موضوع مهم. النهارده الاهلي جاي يخسر لي من نادي مصرية للاتصالات، احسن شبكه في مصر. النهارده الاهلي لعب ماتش بعنوان انا خارج على خدمه مؤقتا، انا خارج اصلا من البطوله. انا كواحده كرويه انا عارفه ان هلاقي الكومنت ده تحت. انا بحلل الكوره كلها، متعودنا نقول كلمه حق، فلو انت اهلاوي وفهمان افهم ان انا مش شمتانه على قد الوضع. الاهلي النهارده اتقدم في بدايه المباراه، المصرية للاتصالات في مفاجاه غير متوقعه بتتعادل وتجيب جول للمكسب عن طريق المخضرم مصطفى محمود. اللي انا عارفاه مصطفى محمود ده كان من شيء الاهلي، بس عايزين نقف عند الاهلي كتير قوي. يا جماعه مش اللعيبه دي بتاخد ملايين؟ يا جماعه مش اللعيبه دي في لعيبه منها كده في المنتخب فرقه زي اللعيبه اللي بتاخد ملايين دي تخسر ماتش كاس من فرقه اكتر لاعب فيها بياخد 2 جنيه. انا كنت بقول في نص اللعيبه من نادي الزمالك عايز يتسرح، انا بقول لكم دلوقتي وباجي اقول لكم نص لعيبه نادي الاهلي بتتسرح. يعني مثلا عمر كمال والعيش، الغلطه بتاعت الجول اللي دخل فيهم المفروض ان العيش يمسك مصطفى محمود، عمر كمال والعيش المركز بتاعهم كان غلط، ما كانش في لينك مع بعض، وده اللي حصل. اخر 20 دقيقه مصرية اتصالات مسك الكوره وفي اخطاء كارثيه بالجمله من الاهلي. بس بقول يعني ايه 20 لاعب بس جابوا و15 ماتوا؟ انا بس عندي كومنت واحد وحاجه ايجابيه مش سلبيه. سيها حارس الاهلي حارس بصراحه ممتاز، اللعيبه الموجوده دي لازم تتحاسب، ويا رب كأمنيات كل زملكاوي ان الاهلي ده يفضل متعصب. ملخص المتلخص، انا اسف يا غريمي، يعني انا بصراحه فرحانه بس مش